اهلا بيكم في حلقه جديده من نفسولوجي. ناس كتير قوي بتقعد تقول لي احنا ذاكرتنا ضعيفه، احنا بقينا ننسى بسرعه. يا جماعه، الذاكره ضعيفه ليها عوامل كتير قوي، مش عشان انت بتنسى يبقى انت ذاكرتك ضعيفه، لا خالص، بالعكس، في عوامل كتير قوي للنسيان، في 572 سبب للنسيان. خليك معانا. في عوامل كتير قوي للنسيان. العوامل دي هي اللي بتخليك تنسى. ممكن تكون مضغوط، لو انت مضغوط وفي ضغوط كتير نفسيه عليك تنسى. لو انت ممكن تكون ما بتاكلش كويس، التغذيه السليمه لها علاقه جدا بالذاكره. دلوقتي هنعمل اختبار لذاكرتك البصريه، هوريك صور والمطلوب منك انك تفتكر الصور دي بالترتيب. تمام؟ تعال نشوف الصور مع بعض دلوقتي. دلوقتي عايزك تعد من 1 ل10 في سرك، وبعديها ابدأ تفتكر الصور في ذهنك. ابدأ قول الصورة رقم 1 كانت ايه؟ الصورة 2 كانت ايه؟ الصورة 3 كانت ايه؟ الصورة 4 كانت ايه؟ الصورة 5 كانت ايه؟ تمام، مظبوط. لو انت افتكرت من 3 صور ل5 صور فانت ذاكرتك البصرية قوية. لو انت اقل من 2 مثلا او 3 فانت ذاكرتك متوسطة. لكن لو انت اقل من 2، افتكرت اقل من 2، فانت ذاكرتك البصرية ضعيفة. ده مجرد اختبار بسيط، مش شرط ان يكون انت ذاكرتك ضعيفة لو انت ما افتكرتش الصور. وده جزء برضه من الذاكرة، ده ذاكرة بصرية، نوع من انواع الذاكرة، مش كل الذاكرة. تمام؟ اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وشير، وتعملوا اشتراك في القناة لو انتم مش مشتركين. وشكرا.